ثانية واحدة، ده كده بقى أحلى محل آيس كريم. أنا حبيبة انتيريور ديزاينر في سبيس 22. كنت قاعدة بفكر وأنا في عز الشغل أعمل لكم إيه في رمضان، لقيتها. هعمل لكم ريفيو لانتيريور ديزاين لمسلسلات رمضان السنة دي، وهعمل ريتنج إيه منهم حلو وعجبني، وإيه منهم اللي حقق الهدف الدرامي، وإيه منه براكتيكال وينفع يتعمل في أوفيس أو في بيت. فخر الدلتا بقى قصته قصة. النظرة الأولى هو تحفة، وتحس ان انت قاعد في مكان مستريح وبوب كولرز، ومن اول الوانه والشيبس بتاعته وحتى الفurniture بتاعه شكله مش تقليدي خالص. هو واخد شويه من المنفس بس على اهدى شويه، وبرده في تاتش ريترو، بس هو يتشاف كاوفرول. ما نركزش بقى في الديتيلز بتاعته لانه مش واقعي قوي، نفس في الحقيقه يعني. هو معمول عشان الدراما، عشان فخر ينبهر بألوان مصر وبنات مصر وده بقى بغض النظر عن الفنيات هديله 8.5 عشان عاجبني الصراحة. المسلسل التاني بقى انا اخترته عشان هو ابليكابل وينفع يتعمل فعلا، بس مش في اي مكان. مسلسل كلهم بيحبوا مودي ما عدا أنا. هو معمول بستايل اندستريال، باين قوي في الطوب الاحمر في الوالز والبايبس اللي نازله والسيلينج الحديد والخشب الرو اللي شكله مش متلون، تاتش مودرن باين قوي في الكورنرز، في السلم الطاير، في الكوشنز، وفي تيبل لامب كمان شكلها تحفه عجباني قوي. وده بقى هديله ريتنج 8 من 10 عشان حلو صراحه.